طب لو دلوقتي خلاص الطفل ده اتشخص بالقلب، ايه بقى اول ستيب الاهل ممكن يعملوها؟ وبالتالي فدول ده مرض واحد، انما بقيه الامراض بقى كلها لا، almost certain كلها بتتعالج في مصر وبنجاح يضاهي الارقام العالميه. الحمد لله. طب في نقطه مهمه يا دكتور، احنا دلوقتي بعد العمليه بنبقى محتاجين بقى ان احنا نقعد يعني نعمل متابعه طول العمر، ولا هي بتبقى فتره وخلاص؟ النهارده هنتكلم عن عيوب القلب الخلقيه واسبابها وطرق علاجها. ايه هي العيوب الخلقيه؟ هي مجموعه كبيره جدا من الحاجات، واسعه جدا، فيها حاجات بسيطه خالص وفيها حاجات معقده جدا. طب يا دكتور، من كل 100 طفل في طفل واحد بيتولد عنده عيب خلقي، فليه بقى؟ فانتي almost certain اي طفل اتولد عنده داون سيندروم او متلازمه داون، اول حاجه بنقول له عليها روح اعمل فحص على القلب، حتى لو هو كويس ونفسه كويس وما فيهوش اي حاجه. طب في كتير من الاهالي بيستغربوا جدا ازاي الطفل لسه مولود ويبقى عنده مشكله في القلب. في بعض امراض القلب الخلقيه ما بتبقاش لها اعراض، بتكتشف بنسميها accidentally discovered، يعني بتكتشف كده.